بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة أولى إعدادي وفي درس جديد من دروس مادتنا مادة الدراسات الاجتماعية. درسنا النهاردة من دروس الوحدة الثالثة بيتكلم عن التعدين ومصادر الطاقة والصناعة في أفريقيا. طبعا قارة أفريقيا فيها معادن كتير ومعظم المعادن دي بنصدرها الى الخارج وبنصدرها خام. طب اولا هناخد ايه؟ اولا هناخد التعدين عندنا المعادن في افريقيا بتمتلك 30% من الاحتياطي العالمي للمعادن. يبقى 30% من احتياطي المعادن في العالم موجود فين؟ موجود في افريقيا. طب ايه مقاومات النشاط التعديني في افريقيا؟ يعني النشاط التعديني له مقاومات. ايه هي المقاومات او العوامل بتاعته؟ عندنا مقاومات طبيعية هنقسمها لمقاومات طبيعية ومقاومات بشرية. طبيعية بشرية. يلا مع بعض نشوف المقاومات الطبيعية كده. اول حاجة في المقاومات الطبيعية الموقع الجغرافي. لازم تكون المعادن قريبة من مراكز التركز العمراني يعني والصناعة. زي خام الحديد في جبال البحر الأحمر مثلا تأخر استغلاله لأنه بعيد عن مراكز الصناعة والسكان. تاني حاجة نوع الصخور. عندنا نوع الصخور نارية ومتحولة. النارية والمتحولة فيها ذهب ونحاس وماس. عندنا نوع تاني من الصخور اسمها صخور رسوبية. دي فيها معادن زي الفوسفات وزي الجبس. يبقى الموقع الجغرافي، نوع الصخور، 3 حركة القشرة الأرضية. بعد كده الاحتياطي المعدني. عندنا احتياطي كتير من المعادن موجود في باطن الأرض في قارة أفريقيا. أما المقاومات البشرية الأيدي العاملة. عندنا أيدي عاملة مدربة في أفريقيا. بعد كده وسائل النقل. طب بعمل بوسائل النقل ايه؟ حاجتين لو قلت لك اهمية وسائل النقل في التعدين. اول حاجة نقل المعادن من مناطق الاستخراج الى المصانع. يبقى نقل المعادن من مناطق الاستخراج الى المصانع. 2 نقل العمال الى مناطق ايه؟ الى مناطق التعدين، عشان لو قال لك اهمية وسائل النقل في التعدين. بعد كده ثالث حاجة رأس المال. بيحتاج التعدين لرأس مال كبير. لو قلت لك أهمية رأس المال في عملية التعدين: 1 عشان أشتري المعدات، عشان أمد شبكات النقل أو شبكات الطرق، عشان أعمل بنية تحتية. يبقى لشراء المعدات ومد شبكات الطرق. آخر حاجة التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي. ده ساعدنا على حاجات كتيرة، إن احنا نحدد أماكن وجود المعادن والاحتياطي اللي موجود في باطن الأرض. يبقى التقدم العلمي والتكنولوجي مفيد في عملية التعدين. بعد كده هناخد جزئية تانية من الدرس، المعادن في أفريقيا. يلا مع بعض نشوف أشهر المعادن في أفريقيا. أول المعادن اسمها المعادن الأساسية. إيه المعادن الأساسية؟ اللي بتدخل في كل حاجة حوالينا. عندنا 3 معابد أساسية. أول معدن الحديد. ثاني معدن النحاس. ثالث معدن الكروم. يبقى الحديد والنحاس والكروم. يلا مع بعض نشوف الحديد. الحديد طبعا عارفين ان هو بيستخدم في صناعة الصلب وصناعة القطارات والسيارات والآلات، أو بسميها وسائل النقل. يبقى يدخل في صناعة الصلب ووسائل النقل. طب أفريقيا بتنتج من الحديد قد إيه؟ 4% من الإنتاج العالمي. يبقى بتنتج 4% من الإنتاج الإيه؟ العالمي. طب أولى الدول يا مستر في الحديد طبعا جنوب أفريقيا. يبقى أولى الدول في الحديد جنوب أفريقيا. بعد كده النحاس طبعا بيدخل في صناعة الأسلاك زي ما انتم عارفين، وبرضه الأدوات الكهربية. يبقى صناعة الأسلاك والأدوات الكهربية. طب إنتاج النحاس في أفريقيا حوالي 15.7 من الإنتاج العالمي. يبقى دي المعادن الإيه؟ المعادن الأساسية، الحديد والنحاس.
يبقى 15.7%. بعد كده الكروم بيدخل في صناعة الحديد والصلب، وبرضه بيخش في صناعة الطوب الحراري. يبقى يدخل في صناعة الطوب الحراري وصناعة الحديد والصلب. طب انتاج القارة قد ايه؟ افريقيا بتنتج نص الانتاج العالمي، يبقى نص الانتاج العالمي من الكروم في افريقيا. طب اهم الدول يا مستر المنتجة للكروم ايه؟ طبعا جنوب افريقيا، دي الاولى عالميا في انتاج الكروم، مش الاولى على مستوى افريقيا، لا الاولى عالميا في انتاج الكروم. يبقى الحديد والكروم جنوب افريقيا. بعد كده هناخد نوعية تانية من المعادن اسمها المعادن الخفيفة. المعادن الخفيفة عندنا معدن واحد بات اسمه ايه؟ اسمه البوكسايت. البوكسايت ده معدن خفيف سهل التشكيل. معادن خفيفة سهلة ايه؟ سهلة التشكيل. طب اهميته يا مستر؟ البوكسايت ده مهم جدا في ايه؟ لإنتاج الألمنيوم، أو يدخل في صناعة إيه؟ يدخل في صناعة الألمنيوم. طب الألمنيوم ده أصلا بيدخل في صناعة إيه؟ بيدخل في صناعة الطائرات والسيارات. يبقى معدن خفيف سهل التشكيل، الخام الرئيسي لإنتاج الألمنيوم، يدخل في صناعة الطائرات وإيه؟ والسيارات. طب إنتاج القارة يا مستر من معدن البوكسايت قد إيه؟ ربع الإنتاج العالمي. أفريقيا لوحدها بتنتج 25% من الإنتاج العالمي. طب أهم الدول يا مستر؟ أهم الدول دولة غينيا، أولى دول أفريقيا في الإنتاج، مش عالميا، أولى دول أفريقيا في الإنتاج دولة مين؟ غينيا. يبقى البوكسايت غينيا. ركز معايا في المعدن واعرف أولى الدول في كل معدن خدناه. يبقى معادن خفيفة البوكسايت. معادن نفيسة من اسمها، معادن نفيسة يعني المعادن الغالية. طبعا أول حاجة هناخدها في المعادن النفيسة الذهب. يبقى الأول الذهب، بعد كده الماس. الذهب والماس دي معادن إيه؟ نفيسة. طب الذهب يا مستر أهميته إيه؟ طبعا بيدخل في صناعة إيه؟ الحلي والأدوية. يبقى يدخل في صناعة الحلي والأدوية، ده الذهب. طب إنتاج القارة يا مستر قد إيه من معدن الذهب؟ ربع الإنتاج العالمي، 25% برضه من الإنتاج العالمي، زيه زي البوكسايت. طب أولى الدول في الذهب دولة إيه؟ دولة غانا. يبقى الأولى في إنتاج الذهب دولة إيه؟ دولة غانا. بعد كده معدن الماس. معدن الماس من المعادن المهمة، أو بسميها من المعادن النفيسة، بيدخل في صناعة المجوهرات والصناعات الثقيلة. يبقى يدخل في صناعة إيه؟ المجوهرات والصناعات الثقيلة. طب إنتاج أفريقيا. أفريقيا بتحتل المرتبة الأولى عالميا، بتنتج نص الإنتاج العالمي من الماس. أفريقيا بتنتج أكتر من نص الإنتاج العالمي من الماس. طب أولى الدول إفريقيا في الماس طبعا بتسوانا. بتسوانا أولى دول القارة في إنتاج إيه؟ إنتاج الماس. يبقى المعادن النفيسة الذهب والماس. بعد كده المعادن الاستراتيجية والنووية. يبقى المعادن الاستراتيجية والنووية. ايه هي المعادن الاستراتيجية والنووية زي ايه؟ عندنا معدنين طبعا الكوبالت واليورانيوم. دي معادن ايه؟ معادن استراتيجية ونووية. ركز في المعدنين الكوبالت واليورانيوم. طب الكوبالت اهميته ايه؟ طبعا بيدخل في صناعة بطاريات المحمول او الهواتف الذكية والسيارات الكهربية. يبقى يدخل في صناعة بطاريات الهواتف والسيارات الكهربية. طب انتاج القارة قد ايه من الكوبالت؟ بتنتج 3/4 الانتاج العالمي. افريقيا لوحدها 3/4 الانتاج العالمي من الكوبالت. يبقى 3/4 الانتاج العالمي من الكوبالت بتنتجه مين؟ بتنتجه افريقيا. اهم الدول المنتجة للكوبالت الكونغو الديمقراطية، دي الاولى عالميا في الانتاج، مش في افريقيا، الاولى عالميا الكونغو في الكوبالت. اليورانيوم اهميته طبعا بيستخدم في انتاج الطاقة النووية زي ما انتم عارفين، اليورانيوم في الطاقة النووية. طب انتاج القارة من اليورانيوم قد ايه؟ 17%
من الإنتاج العالمي. يبقى 17% من الإنتاج العالمي في اليورانيوم في أفريقيا. طب أهم الدول المنتجة لليورانيوم دولة ناميبيا، أولى دول أفريقيا. يبقى أولى دول القارة ناميبيا في اليورانيوم، أما الكونغو الأولى على مستوى العالم في الكوبالت. آخر نوع من أنواع المعادن، المعادن الكيماوية. إيه المعادن الكيماوية؟ من اسمها الكيماوي اللي هو الفوسفات. يبقى المعادن الكيماوية الفوسفات، طبعا زي ما انتم عارفين قبل كده واخدينه، يدخل في صناعة الأسمدة والمنظفات. يبقى يدخل في صناعة الأسمدة والمنظفات. ده مين؟ ده الفوسفات. طب إنتاج القارة يا مستر في الفوسفات، إنتاج القارة خمس الإنتاج العالمي. يبقى خمس الإنتاج العالمي من الفوسفات بتنتجه قارة إيه؟ قارة أفريقيا أو قارة نوح. طب أهم الدول يا مستر المنتجة، دولة مين؟ دولة المغرب، أولى دول أفريقيا والثانية على مستوى العالم في الفوسفات. يبقى الأولى في أفريقيا المغرب، وهي برضو الثانية على مستوى العالم في الفوسفات. بعد كده هناخد مصادر الطاقة. مصادر الطاقة عندنا دي المصادر اللي بتحرك الآلات. عندنا مصادر الطاقة هنقسمها لنوعين: مصادر طاقة أحفورية بتطلع من تحت الأرض أو بنحفرها عشان نجيبها من تحت الأرض، ومصادر طاقة متجددة، والحاجات دي أنت دارسها قبل كده في العلوم وفي الدراسات. مصادر الطاقة الأحفورية زي الفحم وزي البترول وزي الغاز الطبيعي، دي مصادر طاقة. مصادر طاقة متجددة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. هناخد واحدة واحدة من أنواع الطاقة ونشرحها مع بعض. يعني إيه الطاقة الأحفورية؟ دي الطاقة الناتجة عن حرق مواد ذات أصل إيه؟ ذات أصل حيواني أو نباتي، بتستخرج من باطن الأرض وينتج عن حرقها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، يعني بتلوث البيئة. يبقى طاقة بتنتج عن حرق مواد أصل نباتي أو أصل حيواني بستخرجها من باطن الأرض وينتج عن حرقها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، يعني بتلوث إيه؟ بتلوث البيئة. يلا نشوف مع بعض الطاقة الأحفورية زي إيه ونشرحها. أول حاجة الفحم. الفحم ده كان أصله نباتات أو أشجار اندفنت تحت الأرض وتعرضت لضغط وحرارة شديدة فتحولت إلى مادة سوداء. ده أقدم مصادر الطاقة وأكتر حاجة بتلوث البيئة. يبقى أقدم مصادر الطاقة وأكثرها تلويثا للبيئة. ده مصدر رئيسي للطاقة في بعض الدول الأفريقية. أهم الدول المنتجة له جنوب إيه؟ جنوب أفريقيا. يبقى جنوب أفريقيا أولى الدول إنتاجا لمين؟ إنتاجا للفحم. نشوف اللي بعد كده. تاني مصدر طاقة معانا البترول. البترول ده أهم مصادر الطاقة حاليا، بيوفر أو بيؤثر على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية اللي جوه البلد. أهم الدول المنتجة للبترول عندنا نيجيريا والجزائر وأنجولا وليبيا ومصر. الدول دي بتنتج 80% من إنتاج أفريقيا. يبقى 80% من إنتاج أفريقيا في 5 دول: نيجيريا، الجزائر، أنجولا، ليبيا، مصر. الأولى طبعا في البترول نيجيريا. بعد كده مصدر طاقة أحفوري برضو غير متجدد اللي هو الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي ده مصدر طاقة نظيف ورخيص، وبرضو تلويثه للبيئة بسيط. أقل مصادر الطاقة تلويثا للبيئة الغاز الطبيعي. يبقى مصدر طاقة نظيف ورخيص. أهم الدول المنتجة له 80% من إنتاج الدول دي الجزائر ومصر ونيجيريا. يبقى 80% من إنتاج الغاز الطبيعي بيأتي من الجزائر ومصر ونيجيريا. يبقى الأولى في الغاز الطبيعي الجزائر. بعد كده الطاقة المتجددة. مصادر الطاقة المتجددة دي اللي بتتجدد باستمرار ومش بتخلص. أول طاقة اسمها الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية طبعا عارفين ان موقع الفلكي لقارة افريقيا كبير، خلاها تتلقى كميات كبيرة
من الإشعاع الشمسي. عشان كده لو قلت لك ما نتائج الموقع الفلكي لقارة أفريقيا، أدى إلى تلقي معدلات إشعاع شمسي مرتفعة حتى جعلها أفضل القارات في الاستفادة من الطاقة الشمسية. طب أهم الدول في الطاقة الشمسية مصر، جنوب أفريقيا، المغرب. يبقى الأولى في الطاقة الشمسية مصر. بعد كده الطاقة الكهرومائية. أول مصادر الطاقة المتجددة اللي احنا استثمرناها في قارة أفريقيا، يبقى الطاقة الكهرومائية ده أول مصدر طاقة متجدد احنا استثمرناه في قارة أفريقيا. طب لو قلت لك بما تفسر اشمعنى الطاقة الكهرومائية أول مصدر استثمرناه؟ بسبب طبعا وفرة الأنهار والمساقط المائية في القارة. يبقى بسبب وفرة الأنهار والمساقط المائية في القارة. عندنا نهر النيل، نهر الكونغو، أورانج، الزنبيزي، نهر النيجر، أنهار كتير. طب أهم الدول المنتجة للطاقة الكهرومائية أثيوبيا، جنوب أفريقيا، مصر. يبقى الأولى أثيوبيا في الطاقة الطاقة الكهرومائية، يبقى أثيوبيا وجنوب أفريقيا ومصر. بعد كده طاقة الرياح. طاقة الرياح موجودة مناطق شمال وشرق وجنوب أفريقيا، دي أكتر مناطق نعمل فيها مشروعات لطاقة الرياح، شرق وشمال وجنوب أفريقيا. ده أكثر المناطق لمشروعات طاقة الرياح. طب لو قلت لك بما تفسر هتقولي ليه؟ بسبب انتظام هبوب الرياح بسرعة مناسبة. يبقى بسبب انتظام هبوب الرياح بسرعة مناسبة. طب أهم الدول المنتجة لطاقة الرياح مصر والمغرب وجنوب أفريقيا. يبقى الأولى طبعا في الرياح مصر، المغرب، جنوب أفريقيا. بعد ما خدنا مصادر الطاقة هناخد آخر جزئية من درسنا اللي هي الصناعة في أفريقيا. الصناعة في أفريقيا عندنا تنوع فيها. لو قلت لك بما تفسر تنوع الصناعات في قارة أفريقيا، هتقول لي بسبب وفرة المواد الخام، وفرة مصادر الطاقة، وبالذات مصادر الطاقة المتجددة. يبقى وفرة المواد الخام، وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وفرة الأيدي العاملة. برضو عندنا سوق أفريقية واسعة. يبقى عندنا تنوع في الصناعات. أنواع الصناعات اللي موجودة عندنا في أفريقيا نوعين، نقسمها لنوعين: صناعات استخراجية وصناعات تحويلية. يبقى صناعات استخراجية وصناعات تحويلية. الصناعات الاستخراجية طبعا بنستخرجها من باطن الأرض، سواء معادن سواء مصادر طاقة. استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. عندنا زي الصناعات التعدينية، زي صناعة الرخام والجرانيت، زي صناعة الزيوت، زي صناعة قطع الأخشاب أو قطع الأخشاب. دي كلها صناعات استخراجية. أما الصناعات التحويلية هنقسمها لنوعين: تحويلية خفيفة وصناعات تحويلية ثقيلة. يبقى تحويلية خفيفة وثقيلة. الخفيفة دي اللي هي الصناعات الخفيفة، زي الصناعات الغذائية وزي صناعة المنسوجات. يبقى في تحويلية خفيفة وتحويلية ثقيلة. التحويلية الخفيفة لسه قايل لك نوعين، زي الصناعات الغذائية وزي صناعة المنسوجات. طب مين الأولى في الصناعات الخفيفة في أفريقيا؟ مصر. طب الصناعات الثقيلة عندنا صناعات كيماوية، صناعة المطاط، صناعات معدنية، صناعة تكرير تكرير البترول. طب الأولى في الصناعات الخفيفة أو التحويلية الخفيفة قلنا مصر. طب التحويلية الثقيلة جنوب أفريقيا، مصر، غانا، الجزائر. بعد كده هناخد مشكلات التعدين والطاقة والصناعة في أفريقيا. يعاني التعدين والطاقة، مصادر الطاقة والصناعة من عدة مشكلات. معايا واحدة واحدة. أول حاجة ضعف شبكات النقل والاتصالات، ضعف البنية التحتية وضعف شبكة النقل والمواصلات. 2. اهتمام القطاع الخاص بالصناعات الاستهلاكية اللي هي الغذائية اللي بتحقق ربح على طول أو فلوس على طول. يبقى اهتمام القطاع الخاص بالصناعات الاستهلاكية مش الصناعات الإنتاجية. زي زي السلع الغذائية، ده اللي بيهتم بيها القطاع القطاع الخاص.
3. مفيش تعاون إقليمي بين الدول الأفريقية، يبقى ضعف التعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية. المشكلة الرابعة، طبعا القارة الأفريقية بتعاني من الحروب وعدم الاستقرار السياسي، ده عمل مشكلات في التعدين والطاقة والصناعة. يبقى الحروب وعدم الاستقرار السياسي دي مشكلة. برضو مشكلة تانية خطيرة، ان احنا في افريقيا بنصدر المعادن على شكل خام مش مواد مصنعة، يبقى تصدير الانتاج المعدني في شكل مواد خام بأسعار منخفضة، نرجع نستوردها منتجات بأسعار مرتفعة. يبقى تصدير المعادن في صورة مواد خام بأسعار منخفضة. آخر حاجة عندنا نقص رؤوس الأموال وافتقار القارة الأفريقية للأيدي العاملة المدربة. يبقى نقص رؤوس الأموال وافتقار القارة الأفريقية للأيدي العاملة المدربة، ده أدى إلى إيه؟ أدى إن إحنا بنعتمد على الشركات الأجنبية عشان تطلع لنا المعادن من باطن الأرض أو مصادر الطاقة. آخر حاجة في درسنا النهاردة جهود أفريقيا ومصر للنهوض بالتعدين والطاقة والصناعة. أول حاجة أفريقيا اتجهت نحو الصناعة الخضراء، وإن هي تدعم الطاقة المتجددة. يبقى التوجه نحو الصناعة الخضراء ودعم الطاقة المتجددة. وبرضه اتجهت افريقيا لعمل تكتلات اقتصادية ومناطق للتجارة الحرة الافريقية. يبقى انشاء تكتلات اقتصادية ومناطق التجارة الحرة. 3. بتسعى الدول الافريقية برضو للتحول من ثقافة الاستهلاك ان هي تستهلك الى ثقافة الانتاج عشان يوفروا فرص عمل للشباب. يبقى سعي الدول الافريقية للتحول من ثقافة الاستهلاك الى ثقافة الانتاج. برضو في تطوير البنية التحتية، وبرضو رفع كفاءة العمال والفنيين، واهم حاجة الاهتمام بالتعليم الفني لان ده اللي هنستخدمه في الصناعة. اخر حاجة معانا انشاء مناطق اقتصادية لتطوير الصناعة زي المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس. نراجع مع بعض تاني الجزئية الاخيرة دي. قلنا مصادر الطاقة، عندنا مصادر طاقة أحفورية زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، ومصادر طاقة متجددة زي الطاقة الشمسية والرياح وزي الطاقة الكهرومائية. قلنا الطاقة الأحفورية دي الطاقة الناتجة عن حرق مواد من أصل نباتي زي الفحم أو حيواني تستخرج من باطن الأرض وينتج عن حرقها كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيلوث البيئة. بعد كده الطاقة غير متجددة أو الطاقة الأحفورية زي الفحم، ده أقدم مصادر الطاقة وأكثرها تلويثا للبيئة. أهم الدول المنتجة للفحم هي دولة إيه؟ هي دولة جنوب أفريقيا. بعد كده البترول أهم مصادر الطاقة ويؤثر على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، لأنه هو مصدر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد. لو موجود بترول فيها هيبقى فيها تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية. أكبر دولة في البترول في أفريقيا هي دولة إيه؟ هي دولة نيجيريا. طب البترول إنتاج أفريقيا من البترول قد إيه؟ 80% من إنتاج أفريقيا بيجي من نيجيريا والجزائر وأنجولا وليبيا وبرضو مصر. الغاز الطبيعي ده مصدر طاقة نظيف ورخيص. 80% من إنتاج أفريقيا بيجي من الجزائر ومصر ونيجيريا. يبقى ده 80% وده 80%. يبقى الأولى في الغاز الطبيعي الجزائر، الأولى في البترول نيجيريا، جنوب أفريقيا الأولى في الفحم. دي كلها مصادر طاقة غير متجددة. مصادر الطاقة المتجددة عندي الطاقة الشمسية. لو قلت لك ما نتائج الموقع الفلكي لقارة أفريقيا هتقول لي أدى إلى تلقي كميات كبيرة من الإشعاع الشمسي. عندنا مصر وجنوب أفريقيا والمغرب.
الطاقة الكهرومائية أول الطاقة اللي تم استثمارها في قارة أفريقيا. طب ليه؟ لوفرة الأنهار والمساقط المائية في أفريقيا. عندنا اثيوبيا وجنوب أفريقيا ومصر. اثيوبيا، جنوب أفريقيا، مصر. طاقة الرياح مناطق شرق وشمال وجنوب أفريقيا. شرق وشمال وجنوب أفريقيا الأكثر ملائمة لمشروعات طاقة الرياح. ليه؟ بسبب انتظام هبوب الرياح بسرعة. يبقى بسبب انتظام هبوب الرياح بسرعة ثابتة. يبقى طاقة الرياح عندنا مصر، عندنا المغرب، عندنا جنوب أفريقيا، بنستغلها في توليد توليد الكهرباء. بعد كده هناخد الصناعة في أفريقيا. الصناعة متنوعة في أفريقيا لوفرة مصادر الطاقة والمواد الخام والأيدي العاملة. أنواع الصناعة قلنا عندنا نوعين من الصناعة: صناعة استخراجية بستخرج معادن ومصادر طاقة من باطن الأرض، وصناعة تانية اسمها صناعة تحويلية. الصناعة الاستخراجية زي الصناعات التعدينية، صناعة الرخام والجرانيت، صناعة الزيوت، صناعة قطع الأخشاب. صناعات تحويلية، في تحويلية خفيفة وفي تحويلية ثقيلة. التحويلية الخفيفة هي الصناعات الخفيفة زي الصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات. الصناعات الغذائية والمنسوجات عندنا مصر الأولى في الصناعات التحويلية الخفيفة. صناعات تحويلية ثقيلة عندنا صناعات كيماوية ومعدنية ومطاط. جنوب أفريقيا، مصر، غانا. جنوب أفريقيا، مصر، غانا. مشكلات التعدين والطاقة والصناعة. عندنا مشكلات بيعاني منها التعدين والطاقة والصناعة. يلا مع بعض نشوف المشكلات دي ايه. أول مشكلة عندنا مشكلة ضعف شبكات الاتصال أو النقل والاتصالات أو المواصلات. 2. اهتمام القطاع الخاص بالصناعات الاستهلاكية مثل السلع الغذائية لأنها بتحقق ربح سريع. ضعف التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية، مفيش تعاون. الحروب وعدم الاستقرار السياسي في بعض دول القارة، برضو دي مشكلة من مشكلات التعدين والطاقة. بنصدر المعادن على شكل مواد خام بأسعار أسعار منخفضة، ونرجع ناخدها منتجات صناعية بأسعار مرتفعة. نقص رأس المال وبرضو نقص الأيدي العاملة المدربة خلانا نعتمد على الشركات الأجنبية. لو قلت لك ما نتائج أدى الاعتماد على الشركات الأجنبية في استخراج البترول والغاز الطبيعي من باطن الأرض. جهود أفريقيا ومصر بالنهوض بالتعدين. 1. التوجه نحو الصناعة الخضراء ودعم الطاقة المتجددة. إنشاء تكتلات اقتصادية ومناطق تجارة حرة. تسعى الدول الأفريقية للتحول من ثقافة الاستهلاك إن احنا نستهلك إلى الإنتاج عشان توفر فرص عمل وتعمل استثمارات. الاهتمام بالتعليم بالتعليم الفني. برضو إنشاء مناطق اقتصادية لتطوير الصناعات زي المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس. وبكده أبقى خلصت معاكم شرح الدرس. هسيب لك اختبار إلكتروني في وصف الدرس. مع تحياتي مستر جبر.